السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناة إكرام أميرة، وكنتمنى تكونوا بخير على خير وفي صحة جيدة إن شاء الله. نتوما كتشاهدوا هاد الفيديو اليوم إن شاء الله غادي نشارك معكم واحد الوصفة اللي كتجي رائعة بزاف، وأكيد إن شاء الله غادي تنفعنا في شهر رمضان المبارك. وأنا غادي نشارك معكم الحسوة ديال الشوفان اللي كتجي صحية بزاف وزوينة وسهلة في التحضير. غير تابعوا معي الفيديو حتى الأخير وفرجوا ممتعة. وعلى بركة الله نبداو في تحضير الحسوة ديالنا. عندنا هنا زلافة ديال الشوفان بهاد النوعية. بعد ما نقيناه مزيان ودابا غادي نغسلوه جيدا، ثم غادي ندير ليه الماء يكون طايب مزيان باش هاد الشوفان ديالنا دغيا يطيب. انا بغيتو يطيب بسرعة، ممكن انكم ديروا غير ماء ديال من الصنبور، ماء بارد. وهنا كنضيفو ليه شويه ديال الزيت النباتيه وشويه ديال الملح على حسب الذوق. وهنا كما كتشوفوا راه الشوفان ديالنا قرب انه يطيب. بعد ما درت ليه الماء طايب دغيا دابا غادي يطيب. وهنا غادي نضيفو ليه شويه ديال الحليب، ثم غادي ناخدو واحد الزلافه وغادي نديرو فيه شويه ديال الماء، وغادي نديرو ليها واحد معلقه صغيره ديال الكمون، ثم غادي نضيفوها على هاد الحريره. كتجي فيها ديك النسمه ديال الكمون رائعه بزاف. حتى هاد الكمون اختياري، غير اللي بغا يضيفو. وصافي راه الحسوه ديالنا قربت انها توجد. كما قلت لكم هاد الحسوه اصلا دغيا كطيب، بحال الا درتي ليها الماء بارد، بحال الا درتي ليها الماء طايب. وصافي كما كتشوف معايا كتجي واحد الحسوه اللي خفيفه بزاف وزوينه لا في المذاق. وهنا بعد ما طابت لينا الحسوه ديال الشوفان، هذا هو الشكل النهائي ديال الطبق ديالنا. كتجي واحد الحسوه اللي رائعه بزاف، كتجي خفيفه وزوينه في المذاق وصحيه. كما كتعرفوا على الشوفان راه صحي بزاف. غير جربوها اكيد غادي تعجبكم وتنفعكم في شهر رمضان المبارك. يعني حسوه اللي صحيه وسهله في التحضير. يعني دائما كنديروا ديك الحريره ديال مطيشه وتنبغيو شويه ننوعوا في الحسوات، وهذه راه حسوه رائعه وخفيفه وزوينه. غير جربوها اكيد غادي تعجبكم. وإلا عجبتكم الوصفه ما تنساونيش من لايك الفيديو واشتركوا في القناه الا مازال مشتركينش، مع تفعيل الجرس باش دائما توصلوا بالمزيد من الوصفات ديالي. ودمتم في رعاية الله ومع السلامة.